البرامج الكرتونيه اللي تفرجنا فيها وحنا صغار كان فيها مجموعه ديال المشاهد القذره والتلميحات الجديه اللي ما فهمناش المعنى ديالها حتى كبرنا. مثال في واحد الحلقه من ابطال التايتنز كنشوفوا بيس بوي جالس كيلعب عريان ولا لابس حتى حاجه، وغيبدا يدير شي تصرفات اللي مقرفه وغيبدا يلحس في رجليه. ولكن الموضوع ما غيوقفش غير هنا، غيبان لنا بيس بوي هز واحد المجله وكان مكتوب عليها زو، يعني حديقه الحيوانات، وديك المجله كان مرسوم فيها واحد الزرافه. ويمكن ما فهمتيش الفكره اللي بغاو يوصلوا لك. بيس بوي معروف بانه عنده واحد القدره باش يتحول لاي حيوان بغى، يعني الجينات ديالو جينات ديال الحيوان. وفاش كنشوفوه جالس عريان وهز مجله مكتوب عليها حديقه الحيوان، يعني من الاخر بغاو يوصلوا لك ان هذيك المجله هي مجله اباحيه، وانه جالس كيتفرج في الحيوانات اللي فيه. فتخيل معايا البشاعه والافكار اللي كاينين في هذا الرسوم هادو. بغيت نقول لك ان الموضوع ديال الفيديو غيكون شويه حساس، الا كنتي قل من 18 عام كنصحك ما تفرج في هذا الفيديو هذا وشوف لك شي فيديو اخر. والكرتون الاول اللي غندويو عليه هو كرتون وقت المغامره. شكون فينا اللي ما تفرجش في هذا الكرتون ولا كتدور القصه ديالو على المغامرات ديال فين وجيك في ارض او، واللي عايشين في زمن ما بعد الحرب العالميه الثالثه، واللي كتجسد في حرب الفطر. وهذا الكرتون هذا كتعتبر واحد من افضل الكرتون في قناه كارتون نيتورك. وانا براسي فاش كنت صغير كنت كنحماق على هذا الكرتون، وكتعتبر واحد من افضل الكرتونات اللي تفرجت فيها في قناه كارتون نيتورك. ولكن فاش كبرت اكتشفت شي حوايج اللي غراب في هذا الكرتون هذا واللي صدموني الصراحه. أميرة العلكة ومارسيلين كنا ديما كنشوفوا هاد جوج شخصيات كيدوزوا كاع الاوقات ديالهم مع بعضياتهم، وكلشي كان كيدوي على الصداقه القويه اللي كانت بيناتهم. ولكن المصيبه فاش كبرت وغنكتشف بلي ان ديك العلاقه ما كانتش علاقه صداقه بل علاقه حب، اي بالاحرى كانوا بجوج. في واحد الحلقه كانت اميره العلكه ومارسيلين كيواجهوا مجموعه ديال الوحوش، وفاش مارسيلين قدات على دوك الوحوش غتمشي تطمئن على اميره العلكه. في الاول غتبان لك لقطه عاديه وظريفه كتعبر على الصداقه اللي بيناتهم، ولكن شويه غنبداو نسمعوهم كيقولوا شي هضره اللي غريبه واللي كتدل على انهم ماشي اصدقاء. واللي غيثبت هذا الشيء هي واحد البوسه اللي غادي توقع بيناتهم. وهاد اللقطه صدمات كلشي. انا براسي تصدمت فاش شفت هاد الحلقه، والا بغيتوني ندير لكم شي فيديو كندوي فيه على هاد العلاقه ما بين مارسيلين واميره العلكه، جمجموا لي هاد الفيديو باللايكات وكتبوا لي في التعليق بغينا فيديو على مارسيلين واميره العلكه. وفي واحد الحلقه كيبان لنا فين بغى يتفرج بشي فيلم ولا يلعب شي فيديو جيم، وكان معاه بيمو اللي كان يمكن تحط فيه اي اشرطه ولا سيديات. وفاش قال فين البيمو فين غنحط هاد الشريط هذا غيقول لي حطوا اللور. Okay, you can play this, right, Bimo? Yes, Finn. It goes in my butt. Oh. وإلا جيت نترجم لكم شنو قال بالحرف، قال لي خشي في المخيره ديالي، يعني القطع عامره بايحاءات جنسيه ودايرين بالعاني واحد الاغنيه اللي ظريفه وبريئه باش يبان لك داكشي غير في اطار الضحك وصافي. والكرتون الثاني اللي غادي ندوي عليه هو كرتون عالم غامبول المدهش، اللي اي طفل كيتفرج فيه لاول مره دغيا كيعجبو كيتعلق به. ولكن هذا الكرتون هذا فيه مجموعه ديال اللقطات اللي فيها ايحاءات جنسيه، بحال واحد اللقطه غيبان لينا غامبول مخيم مع واحد صاحبه بالليل وغينعسوا بجوج بديك الخيمه. واحد شويه غامبول غادي ينوض من النعاس، وفاش ناض غادي يطلع فوق داك صاحبه. واحد شويه غادي تبان لنا الخيمه بالليل مع شي اصوات اللي مخله بالحياه وتقريبا باينه شنو كانوا كيديروا. وواحد اللقطه اخرى كيبان لنا غامبول وداروين كيتفرجوا في الحاسوب، ومن الواضح غير من التصرفات ديالهم انهم كيتفرجوا في شي حاجه اللي فوق 18، لدرجه ان داروين كان كيدير شي تصرفات اللي مقرفه وكان كيلحس الشاشه بلسانه. ومن الواضح غير من التصرفات ديالهم انهم كيتفرجوا في موقع اباحي. وفي واحد اللقطه اخرى غيبان لنا غامبول داخل المنزل ديال بنانا جو، وفاش حل عليه الباب لقى بنانا جو كيتفرج في واحد الفيديو كانت فيه ليمونه كتحل وكتقشر، وكان واضح على بنانا جو انه ما بغى حتى واحد يشوفه وهو كيتفرج في داك الفيديو اللي فيه ليمونه كتحل وكتقشر. واش فهمتي الفكره اللي بغاو يوصلوا لك؟ هو بنانا وجالس كيتفرج في ليمونه كتحل وكتقشر، وغامبول كانت في الملامح ديال وجهه كانت باينه فيه الاحراج وانه كيدير شي حاجه اللي ماشي حتى تما. وفعلا في الحقيقه كان كيتفرج في موقع اباحي وجالس كيدير داكشي اللي في بالك، بحال الفكره ديال بيسبول فاش كان كيتفرج في ديك المجله ديال الحيوانات، ولكن هو كيتفرج في مجله اباحيه. والمشكله ان فاش كنا صغار بحال هاد المشاهد هادو كيبانوا لنا مشاهد عاديه، ولكن حتى كبرنا عاد عرفنا المعنى ديالها الحقيقي والرسائل والافكار اللي بغاو يوصلوا لينا. الكرتون ديال سبونج بوب واحد من اسوأ الكرتون اللي تم الانتاج ديالو من طرف الشركه ديال نيكولودي. وفي هذا الفيديو هذا غادي ندوي لكم على واحده من اسوأ الحلقات من كرتون سبونج بوب، وهذه الحلقه كتحتوي على مشاهد غير لائقه للاطفال. والمشكله ان هذه الحلقه باقي كيتم البث ديالها بحال اي حلقه عاديه. ما عرفتش علاش بحال هذه الحلقات هادو باقي كيتعرضوا في التلفازه. وفي هذا الفيديو هذا كنضمن لك انك غادي تشوف واحده من اسوأ الحلقات من كرتون سبونج بوب. غير هو قبل الا كان كيعجبك هذا النوع من الفيديوهات ما تنساش معك واحد اللايك واشترك في القناه باش يوصلوك الفيديوهات الجايين. ويلا نبداو. 37, 38.